صل على الحبيب قلبك يطيب. الراجل اللي قدامكم في الصورة ده اسمه عم رمضان او الشيخ رمضان زي ما كان معروف عنه، ولقب الشيخ ده الناس اللي ادتهوله لان هو ما كانش بيفوت فرض في الجامع، وناس كتير كانوا شايفينه متدين، ولكن طبعا ما تاخدش بالمظاهر لان ورا المظهر ده صدمة كبيرة ومؤلمة. ومش هنقول شيخ، هنقول رمضان ده على حسب اللي كان بيحصل ان هو كان بيعتدي على بناته وكانوا صغيرين جدا، واكبر واحدة فيهم كان عندها 13 سنة بس، والصغيرة كان عندها 4 سنين. تفتكر يا صديقي المحكمة ممكن تحكم بايه؟ ورمضان ده ممكن ياخد كام سنة؟ وهل ممكن النهاية تكون شديدة ولا هيطلع براءة؟ واكتر من كده بكتير، ازاي الام قدرت تكشف جريمة جوزها؟ انا هحكي لك النهاردة اللي حصل بالظبط وكل حاجة حصلت بالتفصيل، فتابع الحلقة من البداية للنهاية. وخليني اقول لك يا صديقي اهلا بيك في حلقة جديدة في ملفات محقق. لايك شير كومنت، يلا بينا. في سنة 2007 كان في شخص اسمه رمضان، وكان عاطل عن العمل وعمره ما كان ثابت في شغلانة، وكان كل شغل بيلاقيه كان بيمشي منه بعد كام شهر او اقل من شهر كمان. وفي يوم من الايام رمضان حب يتجوز، وطبعا اتقدم لكذا اسرة لكن معظمهم رفضوا بسبب قلة شغله وان ما عندوش دخل ثابت. ورمضان كان عنده ميزة واحدة بس، والميزة دي هي اللي خلته يتجوز سناء اللي هي الام والضحية لحلقة النهاردة. والميزة بقى هي ان رمضان كان يمتلك عقار، وكان العقار ده كافي علشان اهل سناء يوافقوا على رمضان. ويوم ما اتعرف رمضان على سناء اتكلم قدام اهلها وقال ان هو هيتغير وهو هينزل شغل وهنبني بيتنا مع بعض واحدة واحدة. وسناء وافقت، وبدأت القصة اللي هتتفضح مع الايام. ومن هنا بدأت سناء تنزل تشتغل، وكان رمضان في الوقت ده ما بيشتغلش خالص، ولكن سناء كانت دايما بتقول له انزل شوف لك وظيفة. هو كان دايما بيرد عليها ان هو مكسل او تعبان او مش قادر، وساعات لما كان بينزل يشتغل ما كانش بيكمل حتى ال20 يوم وبيقعد، وكانوا بيمشوه من الشغل بسبب ان هو كان بيتخانق مع الناس اللي شغالين هناك. بس سناء ما سكتتش، فجابت له وظيفة من الناس اللي كانت شغالة عندهم في شركة. وفعلا رمضان بدأ يشتغل في الشركة دي، لكن بعد شهر بالظبط يسيب الشغل ويقعد في البيت كعادته. بعدها سناء جابت له اكتر من وظيفة، لحام، سواق دليفري، وظيفة في شركة نظافة، وظيفة في سوبر ماركت. لكن هو بقى ما كانش بيكمل في اي وظيفة لاكتر من 25 يوم، او يعني كان بيكمل الشهر بالعافية، وكان بيسيب الشغل زي ما هو عايز. وسناء بقى زهقت من شغله ومن فشله، وقررت تريح دماغها وتبدأ تشتغل لوحدها. لحد ما في يوم رمضان اتكلم معاها وقال لها انا عايز اشتغل بره، يمكن لما اغير العتبة ربنا يصلح حالي. وسناء وافقت على طول، ولكن بعد فترة رجع وقال لها ان هو محتاج يبيع الشقة اللي هم قاعدين فيها علشان يعني مصاريف السفر. وبعد كلام كتير جدا سناء توافق على بيع الشقة، على امل يعني ان رمضان لما يسافر وينصلح حاله يبعت فلوس ويبنوا حتة الارض اللي عندهم، ومن باقي فلوس الشقة سناء اجرت شقة وقعدت فيها لحد لما رمضان يرجع من السفر، يا اما هو يبعت فلوس وتبني حتة الارض اللي عندهم. وسافر رمضان وقعد هناك اطول فترة يقعدها في شغل، وهي 35 يوم بالظبط. وكالعادة رجع من هناك قفا يأمر عيش وساب الشغل كالعادة. وفي الفترة دي سناء تخلف طفلها الاولاني واللي كان اسمه احمد، وبعد سنة تخلف محمود، ولسه الحال زي ما هو عليه. رمضان بيتنطط من شغلانة لشغلانة، وسناء هي مصدر الدخل الوحيد في البيت. وبعدها تخلف طفلين توأم، ولكن للأسف يموتوا. والغريب بقى والصعب هنا ان سناء كانت بتنزل تشتغل وهي حامل، ورمضان طبعا قاعد في البيت زي النطع وما بيقولش حتى كلمة واحدة. يعني مثلا ما يقولش في دماغه ان مراتي شايلاني بقالها كتير وهي دلوقتي تعبانة وحامل وهتولد، فهنزل انا مثلا اشتغل واريحها في البيت. لكن هو قاعد زي النطع في البيت، وهي عمالة تخدم في البيوت علشان توفر اكل العيش للبيت وتوكله. وتمر الايام وتخلف سناء بنتها الاولى، ويفضلوا 10 سنين على نفس الوضع عايشين كلهم في شقة بالايجار. وكانت سناء هي اللي بتنزل تشتغل وهو قاعد في البيت زي النطع برضه. وتمر الايام والسنين وتخلف سناء بنتها التانية، وهو قاعد زي ما هو، ولا عارف يشتغل ولا عارف حتى يرجع الشقة اللي باعها، ولا حتى عارف يبني حتة الارض اللي عنده. وفي خلال ال6 سنين اللي فاتوا رمضان سافر لاكتر من دولة عربية، وكان كل مرة يسافر فيها كان بيرجع قفا مأمر عيش. لحد ما سناء ولدت بنتها الاخيرة وقالت له انا اللي هسافر وهشتغل واصرف عليكم. وفعلا سناء سافرت ليبيا واشتغلت هناك فترة، وعلى حسب الكلام المذكور في المصادر ان سناء قعدت هناك في ليبيا 4 شهور. بعد كده رجعت لمصر مرة تانية علشان كانت عارفة ان ولادها محتاجينها، وان جوزها
جوزها هيتعب معاهم جدا ومش هيعرف يقوم باحتياجاتهم. وفي اول ليله تنزل فيها مصر تكتشف اول طرف خيط من ابشع جريمه هزت محافظه الاسكندريه. وفي اليوم ده بالليل رمضان يصحى من النوم فجاه، فهي قالت في عقلها ان هو اكيد داخل الحمام او راح يشرب، والاغرب بقى ان هو كان قايم ليلتها وعمال يتسحب عكس عادته، لانه طول عمره كان بيمشي شبه الطور بينطح في اي حاجه يشوفها. وكمان اوضتهم كانت في نص البيت. فسناء شافت رمضان وهو بياخد بنتهم الكبيره اللي عندها 13 سنه وداخلين الاوضه الفاضيه وبيقفل عليهم الباب. وهنا سناء قلقت وراحت جري تشوف جوزها بيعمل ايه، بس طبعا قبل ما يرتكب جريمته اللي هو اصلا متعود عليها. وسناء دخلت قفشته فسالته وقال لها ان هو كان بيتكلم مع البنت في حاجه، فراحت على طول للبنت وسالتها انت ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ ان البنت قالت لها ان هي كانت رايحه تجيب هدوم لاختها. انا مش فاهم ايه التبرير الغريب ده. بس بعدها بيومين رمضان جات له شغلانه كالعاده فنزل يقضيها. وهنا بقى سناء تمسك البنت وتبدا تتكلم معاها وعايزه تفهم ايه اللي بينها وبين ابوها. البنت بدات تقول لها ان مفيش حاجه ما بينهم وبدات تتحجج بحاجه غريبه، لكن سناء بقى لاحظت انها بتكذب ومتوتره فاضطرت انها تضغط عليها علشان البنت تعترف بكل حاجه. وحكت وقالت كل حاجه كان بيعملها ابوهم فيها وهي غايبه. بس الام ما كانتش مصدقه اللي بتقوله، فخدت البنت وطلعت على خلانها علشان تحكي له، بس برضه خلانها ما صدقوهاش فاخدوها على طول وراحوا للدكتور امراض نسا. والدكتوره اكدت لهم ان كلام البنت صحيح، بس الحمد لله ربنا ستر وكانت لسه بنت. وهنا بقى جابوا رمضان وعملوا معاه مشكله كبيره ومضوه كمان على وصولات امانه. ورمضان فضل يحلف لهم ووعدهم ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني، وقال لهم الحمد لله ان ربنا ستر. وطبعا بعد خلافات كتير ومشاكل اكتر بين الام ورمضان، الام تقرر ترجع البيت تاني وفضلت تشتغل وتساعد زي الاول ويمكن اكتر كمان. بس كالعاده شافت واتاكدت ان جوزها ما كانش بيسيب اي فرصه تجيله ولسه مستمر في اللي هو بيعمله. فاخدت البنتين وهربت بيهم وفضلت تلف في الشوارع ومش عارفه تروح فين، لدرجه انها بتقول في التحقيقات انها نامت على الرصيف يومين وسابت عيالها عند حد من معارفها اللي بتشتغل عندهم في البيوت. وحكت لهم الحوار كله واخدت البنت الصغيره ورجعت تاني البيت. فرمضان بدا يسالها هي البنت فين؟ فقالت له انا معرفش، انا كنت غضبانه ونمت يومين في الشارع وصحيت في يوم ما لقيتش البنت، فكنت فاكره انها هنا في البيت وعلشان كده جيت وبصيت عليها. وبعد فتره الحياه رجعت لطبيعتها وسناء تصفى من ناحيه رمضان، علشان رمضان فعلا كان بدا عليه التغيير وبدا يتغير للاحسن وبقى منتظم على الشغل وبقى كل شيء تمام. فالام رجعت البنت الكبير على البيت على امل يعني ان ابوها خلاص عقل وفهم هو كان بيعمل ايه. وبعدها الام تكتشف انها كانت غلطانه ورمضان ولا اتغير ولا اي نيله. فالناس المعرفه اللي حوالين سناء نصحوها وقالوا لها ان الموضوع ده ما يتسكتش عليه ورمضان بالشكل ده مش هيتغير نهائي وان هو كده مريض، فهي لازم تروح وتحرر محضر وتروح لمجلس الامومه والطفل وتشتكي هناك. من يعني الموضوع عند رمضان بقى عاده وصعب تغير عاده عند حد، ورمضان فعلا يتقبض عليه. ومن هنا بقى تبدا التحقيقات اللي كشفت جريمه اصعب من الجريمه الاولى. رجال الامن تكتشف ان رمضان اصلا كان بيعتدي على البنت الصغيره اللي هي ما كملتش 3-4 سنين على بعض، ودي كانت بمثابه صدمه كبيره لكل الناس ولسناء واخواتها. وبدا من هنا التحقيق مع البنات وبداوا بالبنت الكبيره اللي كان عندها 13 سنه وقالت ان ابوها كان متعود يعتدي عليها من وهي لسه في ثالثه ابتدائي. يعني الموضوع ده ما بداش لما الام سافرت. والبنت قالت ان الموضوع ده كان معايا من زمان وانا كنت ساكته وما بتكلمش. ولما سالوها انت ما كنتش بتحكي لامك ليه؟ فقالت لهم انا كنت بخاف. فقالوا لها كنت بتخافي من ايه؟ فردت عليهم على طول وقالت لهم ان امي لما كانت بتنزل من الشغل ابويا على طول كان بيجيب السكينه ويحطها على رقبتي ويقول لي لو اتكلمتي او فتحت بقك باي حاجه هيقتلها وهيقتل اخواتها وهيقتل كمان امهم وراهم. وكان دايما متعود يربطنا انا واختي في رجل السرير كنوع يعني من انواع التعذيب علشان ما نفتحش بقنا ولا نتكلم. وبعد كده كملت وقالت ان في مره من المرات لقيت ابوها عمال يعيط جدا واخدني في حضنه وانا عمال اقول له مالك بتعيط ليه؟ وخصوصا ان هو كان عمال يتاسف وقال لها ان اللي احنا بنعمله ده حرام ولازم نبطله. وقال لها انا بعد كده لما اجي اطلب منك طلب زي ده ارفضي بكل الطرق وما تخلينيش اقرب منك. وقالت برضو ان اوقات كتير جدا رمضان كان بيمسكها من راسها ويفضل يغرقها في البانيو يعني كنوع من انواع التعذيب. المهم بعد القعده اللي قعد فيها وكان بيعيط دي قعد حبه حلوين كده ما بيقربش مني ولا بيعمل لي اي حاجه. وجي يوم من الايام كان عايز يعتدي عليا فانا اعترضت زي ما هو قال لي، بس هو ضربني ومسك سلك كهرباء بعد ما امي نزلت الشغل وفضل يكهرب فيا. وبكده البنت حكت كل اللي عندها. وبعد كده النيابه تجيب اخصائي للبنت الصغيره علشان يفهموا اللي كان بيحصل معاها. وانصدمت لما قرات تقرير الاخصائي ده لان هم لقوا كميه افعال بشعه كان بيعملها فيها وفي اختها الكبيره. ورمضان ما كانش
يراعي ان دي طفلة ولسه ما كملتش 4 سنين حتى، وانه ما ينفعش اصلا يعمل معاها كده ولا حتى يعذبها ولا يضربها. وبعدها اتحولت القضية دي للمحكمة علشان يبدأ معاه طوفان من التحقيقات والجلسات. وفي واحدة من الجلسات المحامي بتاع رمضان قال ان كده رمضان هياخد اعدام، وان موقفه وحش جدا في القضية ومفيش حل غير انهم يتنازلوا. واهل رمضان وناس كانوا فضلوا يتحالوا على سناء وولادها انهم يتنازلوا عن المحضر، بس هم بقى كانوا مصممين جدا. وبعدها المحامي بتاع رمضان حاول بشتى الطرق انه يثبت ان هو عنده خلل نفسي، والمحكمة وقتها امرت بالكشف على رمضان علشان يتاكدوا من صحة قواه العقلية، ولقوه فعلا ان هو عاقل مش مجنون وما عندوش اي مشاكل نفسية. فاضطر اهل رمضان انهم يعرضوا على سناء فلوس ووعود كتير، وبرضه سناء مصممة على موقفها، لان سناء ما كانتش عايزة تسيب حقها ولا حق ولادها، لان هي صبرت عليه كتير وكان في تهديدات بتيجي من اهل رمضان. فسناء عملت بالكلام ده محضر لعدم التعرض علشان ما حدش يأذيها ولا حتى يأذي ولادها. وفي المرافعة الأخيرة سناء حكت كل حاجة كانت بتعملها علشان خاطر رمضان، وحكت الحكاية من الأول للآخر بالظبط، وحكت لهم إن هو برضه كان راجل نطع وعايش زي البهيمة ياكل ويشرب وبس، وإن هي اللي كانت بتشتغل وهو ضحى بالشقة الوحيدة اللي كانت حيلته. قال إيه يعني علشان يسافر ويجيب فلوس، وكان بيرجع عفام مقمر عيش. وفي الآخر جه يوم النطق بالحكم، والمحكمة حكمت على رمضان بالإعدام علشان يكون عبرة. الجريمة ما انتهتش هنا وبس، أنا عايزك دلوقتي يا صديقي تنزل تحت في الكومنتات وتجاوبنا على السؤال ده. طالما رمضان ما عندوش أي مشاكل نفسية، أمال عمل كده ليه؟ لأن أنا نفسي لما بدأت أقرأ عن الجريمة دي قلت على طول رمضان ده مريض، حتى في البداية قلت إن هو مريض. فأنا مش فاهم، فأنا هسيب الرأي ليكوا والحكم ليكوا، وتفتكروا الحكم بالإعدام ده حكم صحيح ولا كان في حكم تاني؟ وأنت يا صديقي لو مكان القاضي واتحكى لك كل اللي أنا لسه حكيه دلوقتي هتحكم عليه بإيه؟ ولحد هنا تنتهي حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس على الكل علشان يوصلك كل جريمة جديدة وكل حلقة جديدة. وطبعا ميعادنا زي ما هو ثابت، الاثنين والخميس الساعة 9 للساعة 10 في اي وقت يعني فيهم، من الساعة 9 للساعة 10. ما تنساش طبعا تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واهم شيء صل على الحبيب علشان قلبك يطيب. انا سيف الاسلام من قناة مع ديابلو، واحب اقول لكم الله يبارك لكم. ادعي لاخواتك في فلسطين ربنا ينصرهم عن قريب، وسيبك من اللي بيحصل ده كله وان الدول كلها واقفة. فلسطين مش هتتحرر غير من المسلمين، وفكر في الكلام ده. واشوفكم في حلقة جاية في جريمة ابشع واغرب